قررت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية منع مشاهدة قنوات شبكة الجزيرة القطرية في المرافق السياحية، محذرة من أن العقوبة قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي، 27,000 دولار، وذلك وسط تصاعد الأزمة القطرية الخليجية. وقالت الهيئة في تعميم إلى ملاك ومشغلي المرافق السياحية نشرته فجر الجمعة إنها تؤكد على ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة، وذلك من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف وجميع المرافق الإيواء السياحي، تفاديا لوقوع من يخالف هذا التعميم تحت طائلة العقوبات التي قد تصل إلى غرامة 100,000 ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معا. وأضاف أن هذا التعميم يأتي إلحاقا بتعميم سابق يفرض على مرافق الإيواء السياحي الالتزام باختيار القنوات التلفزيونية المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية، وعدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرفة أو الوحدة السكنية المفروشة، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع لإدارة المنشأة، وعدم تشغيل القنوات المخالفة للدين الإسلامي أو لسياسة الدولة أو القنوات المخالفة بالآداب.